عمرك شفتي كرواسون مورق كده وهش من بره وطري وبيسيح من جوه؟ جربي معايا الطريقة دي وهتشوفي هيطلع حلو ازاي. يلا بينا نشوف مع بعض مقاديرنا. عندي الأول كوباية من اللبن الدافي، ضفت عليها معلقتين سكر كبار، عليهم معلقة بيكنج باودر، وهحط رشة ملح صغيرة، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة خميرة. حطيت 400 جرام بقى من الدقيق متعدد الاستخدام، ممكن استعمل برضو دقيق عادي. ضفت عليهم بقى نص كوباية من الزيت وهبدأ بقى أعجن فيهم. العجينة دي طرية وبسيطة قوي وعجنها سهل جدا، ممكن نعجنها يدوي وممكن في العجان، يعني مش هتاخد 3 دقايق وبتبقى اتعجنت وحلوة جدا. بعد ما عجنتها بقى كده دهنت الطبق دوت مسحة زيت بسيطة وسبتها عشان تختمر، بتاخد حوالي من ساعة لربع الساعة على حسب الجو عندي. وده بقى شكلها بعد ما اختمرت. هبدأ بقى أفردها. حطيت على الأرضية هنا حوالي معلقتين زيت، هبدأ أفرد عليهم عشان العجينة ما تلزقش. هفردها بقى كده في كل الاتجاهات بسمك رفيع قوي. وبعد كده بقى ايه، هحط على الوش معلقة زبدة كده هدهنها، بتفرق قوي في طراوة العجينة. وبعدين هبدأ أقطع بقى كده ايه مثلثات صغيرة، عشان لما أعملها تبقى حجم صغير، يعني ما تبقاش حجم كبير وتعمل معايا كمية كبيرة كمان. قطعتها بالشكل ده، يا ممكن تعملوها بقى بالحجم اللي انتوا تحبوه. هبدأ بقى أحط على الوش عندي أي حشوة أنا أحبها، ممكن أحشي جبنة، ممكن أحشي مربى، ممكن أحشي موتزاريلا، ممكن أسيبها فاضية خالص. أنا هنا كان عندي شوكولاتة، حشيت شوكولاتة. فهي العجينة يعني حلوة جدا وبتاخد أي نوع حشوة هتبقى حلوة وطرية قوي. بعد كده بقى هبدأ ألف واحدة واحدة بالشكل ده، واحدة ورا التانية بقى، وهحطها في صينية وهسيبها حوالي نص ساعة. وبعد كده بقى هبدأ أحط صفار بيضة عندي، حطيت عليه معلقتين لبن ورشة فانيليا، وهبدأ أمسح بقى على الوش كده. دخلتها الفرن بقى، خدت حوالي ربع ساعة، وده شكلها بعد ما خرجت. مش قادرة أقول لكم ريحتها حلوة إزاي، طرية وطعمها تحفة. جربوها وإن شاء الله تعجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل وصفات